طيب مرقة باذنجان راح اسوي اليوم. دا احمس اللحم مع شرائح اللية، انتظر اللحم يذب دهنه. هسه ضفت المي الحار وراح انتظر اللحم الى ان يستوي تماما. هسه ضفت البصل والثوم والباذنجان، راح اتركهم يتسبكون اي يعني يتقلون على راحتهم. بنفس الوقت ضفت الطماطة والفلفل وراح اتركهم على راحتهم يتقلون. هسه بعد ذلك ضفت المعجون وحمسته مع باقي المكونات، وبعدها ضفت عصير الطماطة وقليل من المي والملح والكاري والفلفل الأسود. راح اتركها على النار إلى أن تسخن. يا تبارك الرحمن، ما شاء الله، مرقتنا الباذنجان صارت جاهزة. شوفوا شلون تقبل ومستوية وثخينة وطعام يجنن. هسه صبها بصحن التقديم وأراويكم شكل النهائي. وسيكم ألف عافية. ومرقة الباذنجان أصبحت جاهزة بهذا الشكل، وسيكم ألف عافية.